محمد، تعالى نروح لكابتن احمد حجازي. اقول لاعب فيورنتينا الحالي ولا لسه لاعب نادي الاسماعيلي وفيورنتينا بعد شويه؟ لا، الحمد لله. الحمد لله لحد ما يعني لحد ما الفلوس تتزاد بقى للنادي يبقى لاعب فيورنتينا ان شاء الله. انت خلاص. انا كان معايا الكابتن محسن عبد المسيح قبل المباراه، يعني قبل مباراه الزمالك، وقال لي انه اول ما احمد يجي يعني هيمضي على العقد ويبقى خلاص كده الحكايه شبه منتهيه. مضيت فعلا يا احمد ولا لسه؟ الحمد لله، النهارده كان في جلسه مع الدكتور رأفت مهم. ومجلس الاداره، مهم. والحمد لله يعني هم مضوا وانا مضيت، الحمد لله كله زي الفل يعني. واتبعت بالفعل لنادي في اتبعت خلاص فيورنتينا. لنادي فيورنتينا وهم. الخطوه اللي فاضله بقى انه فيورنتينا يبعت الفلوس. يوم 20 ان شاء الله، وحددوا حتى في العقد ان هو يوم 20 ان شاء الله الفلوس مهم. هتتبعت للنادي. مهم. كابتن احمد، قول لي يعني الحمد لله دلوقتي انت بقيت لاعب في الدوري الايطالي في السيري A. يعني اليوفي لسه واخد الدوري، وطبعا انت عارف الدنيا هناك عامله ازاي ككوره. قول لي انت احلامك ايه او امالك ايه، او واخد الدوري الايطالي ده كبدايه للانتقال لدوري اخر اكثر يعني شهره او اكثر قوة، ولا انت شايف ان الدوري الايطالي ده مناسب ليك وانت عايز تستمر وبالتالي تنتقل من فيورنتينا لاي نادي من الاندية اللي انا قلتها؟ والله اول حاجه طبعا يعني الحمد لله طبعا على خطوه كويسه وخطوه يعني بتفيد ليا بتفيد للنادي كمان حاجه كويسه. ف نادي فيورنتينا نادي كبير اكيد، وانا بتمنى الاول ان انا يعني اول خطوه ليا تكون بس موفقه الاول ان شاء الله، وان انا اكون ربنا يكرمني كده مهم. تبقى السنه الاولانيه والمحطه الاولانيه عموما مع نادي فيورنتينا تكون محطه كويسه وناجحه بالنسبه لي، دي هتديني دفعه بعد كده قويه جدا. مهم. وبعد كده بقى يعني بعد كده نبقى مهم. نفكر في اي حاجه، بس اهم حاجه اللي شاغل تفكيري دلوقتي اللي هو ان انا افكر ان انا ازاي انجح هناك الاول، لان هي طبعا مهمه مش سهله اكيد، وانا مهم. مقتنع بحاجه زي كده. مهم. فان شاء الله بس ربنا يكرمنا الاول هناك، وبعد كده نفكر في اي حاجه بعد كده مم. باذن الله. يعني احمد حجازي يعني لاعب طبعا نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر سواء الاولمبي او منتخب الشباب، وكمان لاعب فيورنتينا الحالي. قول لي اللعيب المصري عادة لما بيطلع في السن ده ما بيطولش. طبعا انا اتمنى ان انت انا عن امنيتي الشخصيه اتمنى ان الفرقه بتاعتكم كلها بتاعه المنتخب الاولمبي او الفرقه اللي كانت معاك يعني من اول منتخبات الناشئين والشباب، اتمنى ان الفرقه دي كلها ما ترجعش من لندن. يا ريت انا عايزهم يرجعوا من بره على حته بره مصر، ما يرجعوش يلعبوا تاني في مصر. لكن قول لي شايف يعني حطت قدامك التجارب اللي قبل كده للعيبه كتير طلعت في انديه كبيره وبعدين ما معلش، كملتش. انا اقول لحضرتك بس على حاجه. يمكن حضرتك بتقول اللي في السن ده بيطلع ما بيرجع تاني، لا انا متهيألي ان هو لو سافر اصغر مهم. بيتأقلم بسرعه، يعني بيتعلم، مهم. بتكون ليه فرصه اكبر ان هو ينجح. لكن مش لو هو سافر كبير هينجح اكتر، لا اكيد مهم. لو كل ما سنك كان ما هو صغير بتطلع اكيد. بكل اسف ما عندناش حد سافر وهو صغير ونجح الا تقريبا يعني هاني رمزي المدرب بتاعك. ما هو هو اصلا يعني انت لو بصيت اصلا المحترفين اللي جم في تاريخ مصر مش كتير يعني، مهم. هم ممكن يعني مش كتير، فانت مش هتحسب برضو على كله يعني. مهم. في برضو ظروف، في مهم. اكيد عوائق بتقف قدام طب لعيبه كتير، بس قول لي اظن انت يعني انت ايه اللي ان واخده شاء الله من التجارب دي وايه اللي انت بتقول لنفسك انا مش هعمل كده، مش عايز انا اسماء يعني، انما مش هعمل التصرفات دي وهعمل. لا، مم. ما فيش حاجه اسمها التصرفات دي، بتختلف من شخص لشخص. ما مهم. فيش حاجه اسمها مش هعمل كده وهعمل كده، كل واحد هو عارف طريقه ايه، وهو عارف هو هيعمل ايه ان شاء الله عشان ربنا يكرمه. مهم. فاكيد دي حاجه مفروغ منها، وبتختلف من شخص لشخص. مهم. كل واحد عارف هو بيركز ازاي، وعارف هو ازاي يوصل لهدفه. مهم. واظن ان يعني لو كل واحد حط هدف قدامه وحاول يوصل له اكيد هيوصل له يعني، مهم. هل باذن الله يعني. نيستا زي ما بيطلق عليك ولا بيقول مثلك الاعلى، انت مفضل انهو فيهم؟ مين ومين؟ نيستا ولا بيول؟ والله اي حاجه الاثنين. مش في حد يقدر يتكلم في كده طيب. اي لا حاجه طيب. لا، انت لا انت ان شاء انت الله يعني. انا مفضل انهي واحد في دول يعني، او مين مثلك الاعلى اللي انت عايز لا فيه؟ انا بحب باولو مالديني جدا في مهم. كل حاجه يعني. مهم. انا آه. بحب باولو مالديني جدا، و يعني بنتمنى ان ربنا يكرمنا يعني، ونبقى حاجه كويسه تشرف مصر وتشرف مم. الكره انا المصريه انا هناك انا باذن انا الله. كمان بحب باولو مالديني على فكرة يعني.
لا كده اشتركنا في حاجة. قول لي يعني ان شاء الله انت يعني ليك فرصة كبيرة هتبقى مع المنتخب الاول، وقد تشارك يمكن في المباريات الجاية، المباريات الرسمية في شهر 6. شايف المنتخب الاول ايه فرصه في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها؟ وانت طبعا اكيد لامس الحكاية دي اكتر لانك انت اللي في الملعب. يعني احنا يمكن احنا بنتفرج من بره ونتكلم من بره، لكن انت اللي في الملعب ولسه راجع من لبنان مع الفريق. م- م. يمكن الفترة اللي فاتت برضه الحمد لله يعني احنا بنتمرن بشكل كويس وبنتمرن تمرين قوي جدا، والحمد لله يعني مركزين في الماتشات ومركزين في هدفنا اللي هو يعني حتى لو كانت اللعيبة مش كاملة، مهم. فيعني اكيد برضو اللعيبه دي مركزه ان هو كل واحد بيتمنى ان هو يكون موجود في تشكيله منتخب مصر، اكيد شرف لاي لعيب. مهم. فكله بيجتهد وبيسعى ان هو يكون موجود في الفرصه دي. وطبعا شهر 6 ده يعني بيحدد حاجات كتير جدا للكره المصريه، مهم. فاكيد كل يعني مش التركيز على مش تركيز اللعيبه بس، يمكن تركيز اللعيبه والجهاز ويمكن مصر كلها مركزه ان هو ازاي شهر 6 ده يعدي ان شاء الله كله بانتصارات، لان ده هيفرق مع الكره المصريه عموما في خلال الفتره الجايه يعني. ان شاء الله الاستعداد للاولمبياد ولندن ان شاء الله. يمكن برضو المنتخب الأولمبي بيستعد استعداد قوي. يمكن كنا في كوستاريكا لعبنا ماتش، وبعد كده رحنا لعبنا في الأوروجواي ماتش مهم. قوي جدا. يمكن برضو بنحاول ان احنا يعني نتمنى ان يكون فترة الإعداد الشهر ونص الباقية دي هتبقى قوية جدا برضو في مهم. دورة طولون، وفي مهم. كذا مهم. بطولة قوية جدا وبطولة عربية. مهم. فأكيد دي هتكون استعداد قوي جدا. نتمنى ان احنا نكون نستعد بشكل كويس، لان هنقابل هناك فرق اكيد قويه يعني. قول لي العرض اللي انت اخترت فيورنتينا، انت اللي اخترته ولا ده كان المتاح؟ لانه كمان كان في كلام على انه الاهلي والزمالك عايزينك هنا في مصر، وكان في كلام على فرنسا. انت بترتاح للدوري الايطالي والله اكتر؟ مش موضوع بس بستريح للدوري الايطالي ولا مهم. انا عايز اروح النادي ده. يمكن هو برضو النادي الحاجه الرسمي الجديه لازم تكون الواحد متمسك بيها زي ما الناس متمسكه بيه. مهم. مفيش حاجه رسمي وصلت النادي الاسماعيلي من اي انديه خارج مصر غير فيورنتينا، فاكيد كنت لازم اتمسك بفرصتي. يعني ده حق مشروع لاي لعيب ان هو يتمسك بحلمه الاحتراف اللي هو مهم. يكون متمسك بيه. يعني لو كان في حاجه تانية كانت اكيد هتوصل بجديه، مش مم. هيبقى في كلام بس يعني. يعني انا عايزك تتمسك بانك ما تجيش مصر تاني غير زياره يا ان احمد. شاء الله يعني باذن الله. يعني باذن الله. حسام يا رب زايد، يا مسهل. حسام زايد قال لي ابلغك ان دي اخر مقابله هنعملها وانت في مصر. بعد كده اي مقابله لازم تبقى بره مصر يا احمد. يا رب ان شاء الله. كابتن احمد، تحياتي لحضرتك. محمد عبد المعلق الرياضي. اتفضل يا استاذ. كابتن، كنت عايز اسالك في نقطه مهمه، وهو ان المدير الفني لفيورنتينا اقيل. فهل انت النادي كاداره نفسها او كالمنظومه هي اللي عايز احمد حجازي، ولا كان هو ترشيح من المدير الفني؟ وايه اللي انت هتعمله مع المدير الفني الجديد؟ والله انا يعني برضو تدخلاتي في الامور دي انا برضو يعني اللعيب ملوش تدخل فيها. هو النادي بيطلبك انت بتبقى يعني خلاص موافق او مش موافق. فانا مهم. لما المدير الفني اقلوه برضو حبيت ان انا استفسر على الموضوع ده، لان كان وقتها ميعاد ان هم يبعتوا العقد للنادي الاسماعيلي، فتاخر حوالي يومين او 3. مهم. فطبعا انا قلقت وكذا حد قلق، يعني اللي معايا الناس اللي معايا قلقت ازاي يعني. طب هو ممكن يكون فيه اختلاف او حاجه زي كده، او المدير الفني الجديد تكون مهم. او انا اكون اختيار مدير فني ديلو روسي. مهم. فاللي عرفته ان هو يعني دي كانت حاجه من الاداره، حاجه زي لجنه الكوره هناك، الحمد مم. لله. دي بتبقى هي اللي بتختار، بس هم بياخدوا فيه اكيد مهم. راي المدير الفني. فبس لما المدير الفني مشي مهم. ما اثرتش في اي حاجه. الناس كانت متمسكه جدا، بالعكس ده هم بس اللي قالوا لي لما اخرنا يومين كان بس عندنا مشاكل اللي هي اقاله المدير الفني ونجيب مدير فني جديد. مهم. بعد كده حتى ما استنوش ياخدوا راي المدير الفني الجديد، والحمد لله يعني. يمكن حتى بقالهم 6 شهور بيتكلموا مع النادي الاسماعيلي. اكيد ما فيش مفاوضات بتقعد كل ده غير لما يكونوا متمسكين كويس قوي يعني. ان شاء الله. احمد حجازي، قبل ما اسيبك يعني مجموعه من المسجات على فيسبوك الناس بعتها لك. يعني محمد الاهلاوي بيقول لك عاوزينك تثبت نفسك كنجم وترفع راس كل المصريين، وعاوزينك تدلع استفان شعراوي. ما اعرفش. يا مسهل. ومحمد عوض بيقول لك السنه الجايه في اي سي ميلان ان شاء الله. ووائل محمد بيقول لك حلمك تلعب فين تاني بعد فيورنتينا. وكمان حد عايز تيشيرت ممضي من بيرلو اول ما تشوفه ما تنساش. حلمك تلعب فين بعد فيورنتينا؟ لا في طبعا في انديه. طبعا انا بحب ريال مدريد ومشجع ريال مدريد متعصب، ف
ده انت يعني جميل جدا يا اتمنى احمد يعني. الاول بس انت ربنا انت انت ماشي معايا على الخط يا احمد يعني. لا انا بتمنى بس الاول ربنا يكرمني في الخطوه دي، وبعد كده ان شاء الله افكر في اللي بعد كده ان شاء الله ارحمنا باذن من الله. بيبي يا كابتن احمد، والله انت نجم عنه. ان شاء الله كابتن احمد حجازي نجم مصر ونادي فيورنتينا الايطالي، بالتوفيق باذن الله. وان شاء الله ما حدش يرجع من لندن على مصر، ترجعوا كلكم من بره. انت هتسلم نفسك امتى في ايطاليا؟ لا دي لسه ما اتحددتش بصراحه. يلا تروح بالسلامة ان شاء الله، وتجي لنا ضيف، اهلا وسهلا بيك. انما ترجع تلعب في مصر تاني مش عايز اشوفك في مصر تاني. احمد ان حجازي شاء الله. مبروك وبالتوفيق باذن الله، الله يبارك ونشكرك فيك. شكرا جزيلا.